الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب يا مجيب القلوب، هب لي رضاك وارحم ضعف لهم قد أتاك، فلك الحمد ولك الشكر رب العالمين. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوح من الذي من الطوفان نجاه، وسل أيوب من الذي من الضر شفاه وعفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل مريم لما أشارت إلى طفلها فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله ستعلم أن الكون كله لله. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم بهي الجمال ومصباح نور الظلام، الرسول الملك العلام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من سمع اسمه ولم يصلي عليه، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر ولم يدخل الجنة. أقول لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أبدأ في حديثي. حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ مش هتكلم عن فضل الجلوس في المسجد ولا الحاجات دي، أنا هتكلم بس إن إحنا بنصلي جمعة وظهر. بنصلي الجمعة مكان الظهر، الجمعة خطبتين وركعتين، يعني 4 ركعات مكان صلاة الظهر. في صلاة الظهر أنا بتكلمها لك عادة اهو، وبعدين هقول لك حديث سيدنا النبي بتكلمها لك بالفلاح بالعادي بتاع عشان يعني تستوعبني. احنا لو بنصلي الظهر لا ينفع نتكلم معجرنا، ولا ينفع نمسك مسبحة، ولا ينفع نعمل أي حاجة وإحنا بنصلي صلاة الظهر، عشان لو عملنا أي حاجة من دي بنطلع من الصلاة، بنرجع ننوي تاني ونصلي من أول من جديد. أقول لك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي يقول إيه؟ من قال لصاحبه والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني أنا لو جاري واحد بيتكلم مش أنا اللي بكلمه، لو جاري واحد بيتكلم وأنا قلت له اسكت، أنا صلاتي بطلة وهو صلاته بطلة. يعني نقعد برضه في الجامع وبعد ما نخلص صلاة الجمعة نقوم نصلي الظهر المفروض. وفي شرح الحديث في صحيح البخاري بيقول لك ومن مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إنما احنا الحمد لله انتوا كلكم على رأسنا، ولكن سيدنا النبي قال لنا من علم علما وكتم ألجم بلجم النار يوم القيامة. إنما الناس ماشية على مذهب إيه؟ حطها في رقبة عالم تصبح سالم. لا، العالم هيقول لك وانت حر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من سمع اسمي ولم يصلي عليه، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر ولم يدخل الجنة. خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر ولم يدخل الجنة. الأب هو الباب، والأم هي المفتاح لدخولك الجنة. أبوك بابك للجنة، أمك هي المفتاح لدخولك الجنة. من اللي قال لنا الكلام ده؟ رب العباد سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. احنا فين؟ النفوس بتاعتنا فيها ايه؟ احنا النهاردة بنعمل ايه للأب والأم؟ ده لما ذهب واحد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوصيه بيقول له أنا أتوصى على مين؟ قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب. احنا عدنا النهاردة بنروح نجيب من القريب ورا، وبعدين أبويا، وبعدين في الآخر أمي. ده أمي اللي هتفتح لي الباب وتدخلني الجنة. بقى أنا بصلي وبصوم وبزكي وبحج ومش محتاج أمي. ما أنت بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج بس ما فيش حاجة مقبولة منك. صلي صوم زكي حج اعمل اللي أنت عاوزه، بس أنت عقل الأب والأم مش مقبول منك أي حاجة. كلامي ولا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ايه؟ اعلم أنك لو صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان، اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش اللي احنا بنشوفه النهارده الواحد من دول اللي يبقى داخل
معاه الكيسة حاططها في السيالة وماسك الفتحة من الكيسة من الفتحة وداخل وطالع عشان أبوه وأمه مش يشموا الريحة، عشان أبوه وأمه مش يشوفوا أي حاجة. بسبب إيه؟ الدنيا الذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت فكما تدين تدان. أبويا وأمي اللي كانوا زمان بيسهروا عشان أنا تعبان، اللي كانوا زمان بيجوعوا، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، كانوا زمان بيجوعوا عشان احنا ناكل، كانوا زمان بيبخلوا على نفسهم عشان يجيبوا لنا الدواء. النهارده احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه مع ابائنا وامهاتنا؟ احنا بنعمل ايه مع الاب والام؟ الزوجه تقول له ابوك وامك في اتجاه وانا وعيالي في اتجاه، يقول السمع والطاعه، ما هو مش عاوز يطلع بره البيت. ما هو الزوجه النهارده على ايدها في كل حاجه، وابوك وامك هم اللي هيدخلوك الجنه، ابوك وامك مش زوجتك وعيالك. احنا بنصلي وبنصوم وبنزكي وبنحج، سيدنا النبي قال لك غير كده، قال لك اعلم انك لو صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان واديت الزكاه وحججت بيت الله الحرام فإنك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن تعق والديك. إحنا بنعمل إيه النهاردة؟ بيقول لك أصلا رحت عملت كم عمرة وعملت كم حج، مش محتاج حاجة لا من أبويا ولا من أمي، أنا أولادي عندي، زوجتي عندي. وبيقول لك كلام النهارده بتقعد في جلسات الصلح ما بين الاب وابنه او اليمين او الشمال، تلاقي دايما الاب يقول لك، الابن يقول لك انا كبرت، الابن يقول لك انا عملت، الابن يقول لك انا اللي كبرت، الابن يقول لك انا اللي علمت. كبرت ايه ولا عملت ايه ولا علمت ايه ولا عملت ايه عشان تقول ان انت اللي عملت؟ ده انت اولك ايه واخرك ايه؟ فان اولك نطفة مضرة واخرك جيفة قذرة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ابوك وامك. عدنا النهارده بنعمل اكابر على الاب والام، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، إذا كان المغنم دول والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان كبير القوم أرزلهم، وأكرم الرجل مخافة شره. الحديث طويل ولكن احنا في وقت قصير، ولكن عاوزين نرجع لربنا. احنا في شهر رمضان، ابويا وامي مش محتاجين مني حاجه، اقسم بالله الاب والام مش محتاجين من عيالهم حاجه، محتاجين بس وانت داخل السلام عليكم، محتاجين منك ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عامل ايه يابا، عامله ايه يما، مش عاوزين منك حاجه، هم عاوزينك تبقى في خير. الزوجه غشيمه، الزوجه شديده، اولادك هم اللي ماشيينك، انت ماشي نفسك، محدش محتاج منك حاجه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. رضا ربنا سبحانه وتعالى من رضا ابويا وامي، وغضب ربنا سبحانه وتعالى من غضب ابويا وامي. احنا بقى بنروح فين؟ احنا بنروح فين؟ الدنيا لهتنا، الدنيا لهتنا
وفي الآخر احنا مش واخدين منها حاجة غير الرضا، رضا الأب والأم. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: بروا آباءكم وصلوا أرحامكم تبركم أبناؤكم وتصلكم أرحامكم. وسيدنا النبي قال لنا: الذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. وختاما حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كلنا مفكرين ان اول ما ابويا وامي يموتوا نقعد ونجري عشان نقسم الميراث. يقول لك مانيش ماشي يمين ولا شمال الا لما تعمل حاجه واحده قبل ما ندخل ابويا القبر اللي احنا بنقول عليها التراب، قبل ما ندخله نقعد ونقسم الميراث. ليه؟ عشان خاطر ما حدش فينا يضحك على التاني. احنا في دماغنا كده نقول لك وهو على الخشبه نقسم الاول. طب البر فين؟ انا بر لابويا فين؟ بر الام فين؟ بر لاخواتي فين؟ بر النفس فين؟ بر لعيالي انا فين؟ بيقول لك اللي كان بيننا خلص وانتهى وما عادش موجود. لا، اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد راح يسأله بيقول له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فضل علي حاجة أبر بها أبويا وأمي، فضل علي حاجة أبر بها أبويا وأمي بعد وفاتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. الصلاة والاستغفار بمعنى الدعاء، إنني أستغفر لأبويا وأمي بالمغفرة والرحمة. كنا في قعدة من أيام قليلة كده قبل رمضان، الأب سايب لابنه أرض وبني له بيت ومجوزه وكان دافع له فلوسه ووظفه. يقول لك: أبويا خدني لحم ورماني عظم. عنده كم سنة الولد ده؟ عنده 35 سنة. أبوه خده لحم ورماه عظم، عنده أرض ملك وعنده بيت ملك وعنده زوجة ملك مش إيجار وعنده وظيفة ثابتة حكومية مش بالعقد، ويقول لك: أبويا ظلمني. ده الحاجة الوحيدة اللي أنا أبويا أقول له فيها لا، الحاجة الوحيدة اللي أقول لأبويا فيها لا لو قال لي سيب دين محمد وخش دين تاني. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. شوف الحاجة الوحيدة اهو. بعدها بشوية: وقل لهما قولا معروف. أرجع تاني وأكلم أبويا وأمي ومدسهم على راسي. أبويا وأمي سبب وجودي في الدنيا وسبب دخول الجنة أبويا وأمي. الصلاة والاستغفار بمعنى الدعاء وإنفاذ عهدهما من بعدهما. كان أبويا رحمة الله عليه يقول لك إيه؟ كان في واحد يقول لك: دخلوني مع أبوي، دخلوني مع أخوي. الشخصيتين، واحد كان بيقول أبويا والتاني كان بيقول أخوي، والاثنين دخلوا عشان يمض أبوهم وأخوهم على الميراث. وهم داخلين معاهم الورق والختمات استبطوهم. لما دخلوا ما طلعوش، لما دخلوا يلاقوهم لقوهم بص منهم والحبر على ايديهم ونايمين ريح الجثث ميتين. وإنفاذ عهدهما من بعدهما. احنا كتبنا ورق وسجلناه في الشهر العقاري، بس أبويا قبل ما يموت قال كلمتين. قال: خلي بالك من أمك. قال لي: خلي بالك من أخوك. أنت بتعمل إيه؟ النهاردة أبوك كتب الوصية دي ولا قالها لك شفهي؟ أنت شفت ربنا ولا عرفته؟ عرفناه مش شفناه. برضو كلام أبويا مش كتبناه بس سمعناه. يبقى نعجل الكلام وننفذ الوصية. وإنفاذ عهدهما من بعدهم وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهم. أبويا وأمي وإخواتي
وعمامي واخوالي وخالاتي واصدقائه وجيرانه وكلام من ده. انما احنا اول ما الاب والام بيموتوا بيقول لك اللي كان بيننا وبينكم انتهى خلاص، محدش عادي يخبط على الباب عشان انتم مش لكم وجود عندنا. وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم، صديق الأب وصديقة الأم. كانوا زمان وما زال في ناس في هنا في البلد الكريمة دي لسه لحد النهاردة ممكن يركبوا الحمارة ويروحوا يزوروا يمين وشمال ويلفهم على أصدقائهم بتوع زمان الزمان، ناس كبيرة في السن. وفي قريتنا نفس الحال، في لسه في كل قرية ناس واخدة على المودة. إنما احنا النهاردة التليفونات أقسم بالله الفواتير موجودة مع كل واحد، ويمكن الشركات بتاخد الدقائق والمكالمات والرسائل وما عدنا بنبعت لحد ولا نكلم حد. كتر الخير وما عدناش بنسأل. قل الخير زمان وكانت الناس فاضية ورايقة ومش كانوا شاغلين بالهم، كانوا بيبدوا بعض. انما احنا النهارده بنعمل ايه؟ قطعنا بعض. يقول لك اصل انا مش فاضي ومشغول، وتشوف قصصه على الحالات بتاعته الفيس ولا الكلام من ده، يقول لك نبي من اولياء الله الصالحين اول ما تروح تزوره اول حاجه بيقابلك ممكن تلاقيه بيسب بالدين. شاطر هو. واكرام صديقهم، تكرم صديق ابوك وصديقه امك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من سمع اسمي ولم يصلي عليه، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر ولم يدخل الجنة. فصدق النبي عندما قال لنا: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. قولوا وراء مرددين الاستغفار: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، التواب الرحيم، التواب الرحيم، التواب الرحيم. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا 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 على ما فعلنا، على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإني داع فأمنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدمنا، وثبت يا رب على الحق أقدمنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب، أنت خير من زكاها، أنت ولي مولى رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.